من حليب الصيف ومن غير أي إضافات، من 10 كيلو حليب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنعمل إنتاج جميل وهاقول لِك على الطريقة تعملي إزاي في الحليب في فصل الصيف، لإن شغل الصيف غير شغل الشتا. كنا عاملين قبل كده فيديوهات للشتا ليها تعامل تاني خالص مع الحليب غير الصيف. الصيف هنا شغله حساس شوية، بيكون حساس شوية في الحليب علشان خاطر الحليب في الصيف بيكون الجو دافي، معدة الجاموسة بتكون دافية، الجو حوالينا دافي، الحليب نفسه بيكون دافي زيادة عن اللزوم. علشان كده بيكون شغل الصيف غير شغل الشتا. إن شاء الله نشتغل شغل جميل ونطلع إنتاج جميل بسم الله اللهم بارك اللهم بارك. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده حاجة نضيفة وحاجة حلوة. في الشتا كنا بندفيه، في الصيف ما بندفيهوش خالص. هنشتغل شغل حلو وهقول لك كل حاجة ان شاء الله في الفيديو. ان شاء الله هتطلعي من الفيديو مستفادة ان شاء الله. اقول لك على كل المعلومات اللي هتفيدك ان شاء الله لو انت عاملة مشروع بتاع الجبنة والقشطة والزبدة في الصيف. ان شاء الله اقول لك على كل المعلومات اللي هتفيدك. تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله على آلك وأصحابك أجمعين. معانا هنا 10 كيلو ونص حليب، احنا هنشيل منهم نص كيلو وهنعمل ال10 كيلو بس. تمام كده علشان هسيب نص كيلو في الصينية الآخر. بعد ما سمينا الله كده وجبنا الطبق الاستانلس بتاعنا، لان احنا هنشتغل في استانلس مش هنحط الحليب خالص على النار. لو جاي لي ساقع هقولك تعملي ايه بعد ما نفضي المرحلة دي، يعني بعد ما نشتغل المرحلة دي. لو انت جايباه ساقع هقولك تعملي ايه. ماشي. هنا بقى بدأت الطبق بتاعي نضيف، ايدك نظيفة، الحليب بتاعك تكون متأكدة منه يكون نظيف وتكون متصفي كويس عند البياع اللي بيعهولك، لان هم كل الناس اللي هي بتبيع الحليب ده في شاشة عندهم نظيفة مخصصة للحليب بيصفوا بيها الحليب قبل ما يبيعوه. في ناس ما بتصفيهوش. انا بقى لو متأكدة ان الحليب عندي تمام خلاص ما بصفيش. متأكدة او جبت مرة لقيته مثلا معكوس او في حاجة، لان بيكون فيه تبن، بيكون فيه علف من عند الجاموسة كده يعني. تمام. فبنضطر ان احنا نصفيه علشان الجبنة عندي تكون نظيفة وتكون حلوة ما يكونش فيها اي عكاسه خالص، لان اي عكاسه في الحليب بتطلع على وش الحليب في فوق، بتيجي مع الزبده. لما خد الزبده بتمسك في الزبده ما بتروحش في الحامض. فهمتوني؟ علشان كده بنقول نصفي الحليب كويس عشان يكون نظيف. هنا هصفي بسم الله اللهم بارك 10 كيلو حليب انصاص، هم دول 20 نص، هم 21. انا هشيل منهم نص كيلو وافضل 20. تمام كده. بعد ما فضيت الحليب بتاعي بسم الله اللهم بارك اهو، خلصنا كل الحليب بتاعنا. الحليب جاي دافي بدفى الجاموسه بالظبط، ما هواش لا ساقع ولا هو سخن. تمام. في المرحله دي انا هاخد الحليب بتاعي واغطيه ومش هحط عليه اي اضافات خالص ولا اي حاجه خالص. كنا بنشتغل في الشتاء بالشرشة الابيض اللي بيتصفى من الحصيره، لان الجو ساقع وعايز خميره للحليب علشان يخمر معايا على طول. في الصيف مش محتاج خميره خالص، اشتغلي على طول. هنا هديله تقليبه كده علشان اتاكد ان الدنيا تمام عندي، والمغرفه بسم الله ما شاء الله بتقطم من ايدي لما بعملها، يبقى الحليب عندنا تمام وان شاء الله الخير بتاعه هيكون كويس. تمام. الحليب عندي الكيلو النهارده من 26 ل 30 حسب كل، يعني كل بياعه بتبيع بسعر. في يقول لك ب 26 وفي بياعه تقول لك لا ب 30 وفي بيقول لك ب 28، كل واحد ليه سعر. حطيت الحليب بتاعي في الطبق وغطيته كويس وجبته في التلاجة على طول من غير ما ادفيه. احنا ما كناش بنشتغل الشغل ده في الشتاء، علشان كده بقول لك شغل الشتاء غير شغل الصيف. سبته من سواد الليل. يعني مثلا انا لو حلبت الجاموسه بالليل بجيب الحليب بتاعها على طول من الجاموسه على طول بحطه في التلاجة لتاني يوم الصبح. احلب الجاموسه الصبح، اطلع الحليب بتاع بالليل احطه الصبح لغايه بالليل. اجي بالليل التاني المغرب التانية اطلع الحليب بتاع الصبح احط حليب المغرب. تمام كده. كده نمشي على طول اللي هي عامله مشروع. تعالوا بقى شوف الوش بتاعنا عمل ازاي بعد ما قعدناه 12 ساعه، من 10 ساعات ل 12 ساعه في التلاجة. تمام. بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك. يا رب يبارك لصاحبة الحليب ولينا وليكم وللجميع وكل من قال امين يا رب اللهم امين. القشطة عندنا تمام والحليب تحت مية، ما عملش جبنة لان احنا طبعا حاطينه في التلاجة لسه الشغل بتاعنا هنشتغله. في الشتاء بندفي الحليب على زي دمعة العين ونشتغل فيه الشغل اللي جاي ده. اما في الصيف لا، انا بحطه في التلاجة الاول، لان ممكن ناس تشوف الفيديو ده في الشتاء. لا، فيديو الشتاء ان شاء الله هحط لكم فيديو في تعليق مثبت للحليب بتاع الشتاء. تمام. غطيت الحليب بتاعي كويس وسبته يوم كامل. يوم كامل يعني يوم في نفس الميعاد. انا قصدي اقول لكم في نفس الميعاد. لو انا غطيته بالليل تاني يوم بالليل اطل عليه زي كده لقيته لسه ما ختمش جبنه من تحت، اسيبه ساعه 2 3، مش هياخد اكتر من كده. تمام. لانه ممكن ياخد يوم وساعتين، يوم وثلاث ساعات لغايه ما يختم بالشكل ده. ختم عندي القشطه فوق بس الحليب تحت مش عارفه اخباره ايه. هنشوف كده. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القشطة عندي تمام بسم الله اللهم بارك، والجبنة عندي كمان تمام. صلوا بينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. تعالوا بقى نكمل الشغل بتاعنا.
هنا في الوقت ده كده انا عايزه احطه 10 ساعات تاني في التلاجة. ليه؟ علشان القشطه بتاعتي تجمد. انا عايزه القشطه تكون ساقعه، علشان لو انا خضيت القشطه دلوقتي واشتغلت الوقت، الجبنه هتكون طريه والقشطه كمان هتكون طريه ومش هتتخض معايا بسهوله، وهتغلبني وتقعد ساعه واتنين وتلاته لغايه ما تتخض. انما المرحله اللي انا هحطها تاني في التلاجة دي، يعني انا كده لقيته بالليل حطيته تاني في التلاجة لتاني يوم الصبح. تمام. ركزوا معايا في الخطوات علشان تعملي حاجة كويسة وتطلعي إنتاج أكتر من ما انتي بتطلعي. فهمتوني؟ لما بنشتغل صح مع الحليب بنطلع إنتاج أكتر من اللي احنا بنطلعه. ماشي؟ عشان في ناس بتقول انت بتجيبي 10 كيلو يطلعوا لك قد ايه جبنة وقشطة ومش عارف ايه. ما عشان بنشتغل صح حبايبي، عشان بنشتغل صح. القشطة بتاعتي بسم الله اللهم بارك مجمدة وحلوة وزي العسل، مش مجمدة تلج، لا ساقعة. والجبنة عندي برضو ارتاحت لما اتحطت في التلاجة، خدت طراوة كده من التلاجة. فهمتوني؟ هنا بقى ببدأ اخد كل القشطة بتاعتي بسم الله اللهم بارك بسم الله اللهم بارك، حاجة بجد بجد جميلة. هاخد بقى كل القشطة بتاعتي دي وتعالوا نوزنها برضو علشان نشوف احنا الخير اللي احنا هنعمله ده هيطلع معانا حق الفلوس اللي احنا اشتريناها ولا لا. تمام. احنا شارين الحليب على 27، يعني دول 10 كيلو ب270 جنيه. تمام كده. هنشوف برضو مع بعضنا كده نطلع الانتاج بتاعنا، يعني الموضوع هيظبط ولا لا. تمام. تعالوا شغلنا الميزانة بتاعتنا وصفرناها وحطينا الطبق وصفرناها، وهنبدأ نشغلها تاني من جديد ونبدأ ناخد القشطة بتاعتنا كلها بسم الله اللهم بارك. بصوا انا ما بحبش اخد القشطه بايدي، في ناس بتحب تاخد القشطه بايدها، لا انا مش، ليه بقى بلوط ايدي قشطه وببهدل كل القشطه في ايدي. غير كمان بتحس ان القشطه عندنا مشكلتها في ان هي بتلقط اي زفاره، لو الايد فيها اي زيت اي سمنه اي زفاره بتلقط على طول في القشطه. علشان كده ممكن تكون القشطه عندي ريحتها مش حلوه او السمنه عندي ريحتها مش حلوه. هنتكلم واحنا بنخض على الزبده لو ممرر عندي اعمل فيها ايه علشان اعين منها المراره قبل ما اسيحها. تمام. هنا دلوقتي هنشوف الانتاج بتاعنا عامل ازاي. بسم الله اللهم بارك، طلعنا كيلو 600 جرام، داخلين على كيلو 700 كيلو 700 جرام. يعني احنا هنشيل المعالق دلوقتي هيظبط معانا بعد ما ناخد كل الوش ده. ما بناخدش خالص من الجبنه من تحت، بناخد الوش بس، علشان لو خدنا من الجبنه من تحت بتكون فيها نسبه جبنه وبتعمل زرد في الزبده. تمام. دول كيلو و600 جرام حلوين بسم الله اللهم بارك، حلوين زي العسل لان احنا صفرنا الميزان على الطبق. تمام. تعالوا بقى هنا كده نشوف الخلطه بتاعتنا بسم الله اللهم بارك، حلوه قوي. الناس بقى اللي بتحب تحط ميه سخنه، الميه السخنه بتخلي لك الجبنه متفله ما هياش ناعمه. اهي بسم الله اللهم بارك. انا بحب الجبنه تكون كده، مش بحبها ناشفه قوي، لان لما بتكون الجبنه عندي ناشفه قوي بتنشف معايا في الحصيره قوي وباجي اكلها بلاقيها ناشفه مفتوله، مش مسمغه كده وزي الزبده. تمام. في الوقت ده بقى احنا طبعا لازم زي كل فيديو بناخد شويه للولاد علشان بيحبوه، بيقولوا عليه اسمه زبادي. بناخد لهم بقى حبه كده، وهنيجي بقى تعالوا نحط الحصيره بتاعتنا ونحط الجبنه بتاعتنا في الحصيره، ولا عبال ما الجبنه بتاعتنا تتصفى في الحصيره نكون احنا خضينا الزبده بتاعتنا القشطه. في الوقت ده بقى انت عايزه تشتغلي على تشطيه، تشتغلي على مجور، تشتغلي على صينيه، اللي متوفر عندك اشتغلي عليه. بنسمي الله كده ونجيب الحاجه تكون نظيفه. الحصيره بتاعتي بتكون نظيفه. لو انا ما عنديش حصيره في الوقت ده بجيب مصفى وقماشه، القماشه تكون نظيفه ما يكونش مكانها زيت شعر علشان ما تلقطش معي، وما تكونش مغسوله بصابون بريحه او صابون تشطيف علشان ما تعملش ريحه. بعلي بس تحت طرف الحصيره من هنا وتحت طرف الحصيره من هنا. لو انا ما عنديش حصيره هجيب مصفى وقماشه واحطها نفس الشكل في قلب الصينيه كده، واحط طبق تحت المصفى علشان الشرش اللي ينصفى منها هنحتاجه، وهنعمل بيه 3 حاجات هقولك برضو عليه في وقته. هنا هنزل بالجبنه بتاعتي وهبدا اكمل بقيه الحاجه بتاعتي. لو انا الحصيره هتاخد الكميه كلها بحطها، الحصيره مش هتاخد الكميه كلها بحط نصها بس، وببدا اغطي عليها. ما بشتغلش خالص فيها دلوقتي، انا بحط الجبنه عندي اهو زي ما انتم شايفين، واقفل عليها الجوز بيبان بتوع الحصيره واسيبها. تمام كده اهو، ما بشتغلش فيها خالص. اول ما بحط الجبنه بسيبها زي ما هي واغطيها بالحرف بتاعه الحصيره كده واسيبها. بقيه الكميه برضو التانية احطها في الحصيره التانية الصغيره، وهنشوف برضو هنكمل مع بعضنا هتوصل لايه يعني. هنا بقى هبدا برضو اغطي الحصيره بتاعتي دي ودي واركنهم على جنب، واجيب القشطه بتاعتي. هنا مش هشتغل في الحصير خالص دلوقتي، هسيبهم بس شويه كده لما يهدوا مع نفسهم وينزلوا الشرش بتاعهم الزياده، وبعد كده نشتغل فيهم. تعالي بقى هنا في الزبده بتاعتنا. الزبده دي بقى عايزه تشتغلي فيها في الخلاط، عايزه تشتغلي في الكب، عايزه تشتغلي بايدك، عايزه تشتغلي بالمضرب السلك، عايزه تشتغلي بالمضرب الكهرباء، عايزه تشتغلي بالقربه، على حسب ارتياحك انتي وعلى حسب ما انت عايزه تشتغلي بايه. انا طبعا بفضل بايدي، بكون غاسله ايدي كويس، وانا كده كده شغاله في الحليب وايدي نظيفه وايدي تمام. تمام كده. بايدك مش بتاخد وقت كتير زي الخلاط والكبه. تمام كده.
تعالوا بقى نتكلم شوية عن الزبدة لو ممررة عندنا. أنا لو أنا اشتريت زبدة ولقيتها ممررة، أو اشتريت زبدة وقعدت عندي فترة في التلاجة وطلعتها جيت أكل منها لقيتها ممررة، بعمل ايه؟ بجيب كل الارطال اللي عندي، الاكيال دي اللي انا شارياها دي كتيرة او قليلة، وفي طبق واسع على قد الكمية اللي عندي، وببدأ احطها فيها مية ساقعة 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 فيها تلج، وابدأ انزل بالزبدة بتاعتي دي كلها في التلج ده او في المية الساقعة دي، واغسلها كويس. شوفي افتولها من بعضيها كويس، كل المرارة اللي فيها هتنزل في المية الساقعة دي. تمام. طب ايه اللي بيخليها تمرر بقى عندنا؟ اللي بيخليها تمرر ان انا بشتريها من ست خضاها ومش غسلاها. هي بتتغسل يا ام يوسف؟ ايوه بتتغسل، زي ما انتوا هتشوفونا دلوقتي كده بنغسلها، علشان الميه البيضه اللي بتنزل في الميه الفتره اللي احنا حاطينها دي بتكون دي هي دي اللي بتسبب المراره. في حاجه اسمها بتبقى الزبده واخده معانا نسبه من الحامض اللي موجوده فيها، اللي هي مخضوضه فيها، الشرش الابيض اللي موجود فيها، وهو ده اللي بيسبب المراره. لو ما اتغسلتش هو ده اللي بيسبب المراره عندنا في الزبده. وبعد بقى ما بغسلها الغسله الكويسه اللي احنا بنتكلم عليها دي، باخدها بقى سواء هسيحها او سواء هكعبرها تاني واحطها في اكياس، كل حاجه في كيس، كل كعبيره صغننه كده في كيس، وفي شنطه كبيره، شنطتين من جوا بعض. ولازم اربط الشنط كويس، لان السمنه عندي بتلقط اي حاجه. لو انا حاطه لحمه في الفريزر بتلقط منها، لو انا حاطه سمك في الفريزر بتلقط منه، لو انا حاطه لحم مفروم، اي حاجه في الفريزر بتلقط منه، عيش، رده بتاعت العيش، اي حاجه، الزبده دي بتلقط مني في اي حاجه. تمام كده؟ شايفيني انا بشتغل ازاي؟ بصوابع ايدي مش بالكف كله. تمام. وببدا اجيب ايدي لفوق شويه ولتحت شويه، لفوق شويه ولتحت شويه، هي بتخرز معانا على طول. هي بدات اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، تشتغل معانا والدنيا تمام، اللهم بارك اللهم بارك اهي. خلاص على كده، طالما بدات تعمل كده وتخرز معانا كده، هي كده خلاص مفيش دقيقه وهنلم الزبده بتاعتنا. تمام. ببدا بقى ان انا احطها في اكياس كويسه وفي شنطه كبيره وشنطتين من جوا بعض واربطهم، وكل ما اخد قطعه من الزبده دي بربط الشنطه كويس، لان طول ما الشنطه مفتوحه عندي بتمرر من الحاجه اللي محطوطه في الفريزر، من ريحه التلج وريحه الفريزر. فاهميني؟ تعالوا بقى هنا نغسل الزبدة بتاعتنا. زي ما قلت لكم هوريكم ازاي احنا بنغسلها. هنديها بس خضة كويسة بحيث ان هي تخرز معايا في الوقت ده. لو انا لاقيها مش عارفة تلم من ايدي قوي، بحط شوية من الشرش الابيض اللي متصفي جنبيها من الحصيرة، او شوية مية ساقعين. في صيف شتاء بنستخدم مية ساقعة للزبدة، ما بتستخدميش مية من الحنفية. لو استخدمتي مية من الحنفية بتنشف، بتسيح معاكي وما بتعرفيش تلميها. هنا جبنا شوية مية ساقعين حطيناهم عليها، وجبنا طبق تاني هنغسل فيه كل الزبدة بتاعتنا دي. تمام. بنشيلها من او باخدها، يعني بنشيلها، احنا بنقول بنشيل، بناخدها من الحامض ده وبصفيها كويس من الحامض، وببدا اغسلها في ميه ساقعه ايا كانت الكميه، كبيره او صغيره، هتقعد عندي فتره او هسيحها لازم اغسلها. تمام. ربنا يبارك لنا في امهاتنا يا رب، علمونا الصح، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم يا رب، اللهم امين جميعا. بشتغل زي ما انت شايفه، بلم كل القطع اللي عندي، الزبده اللي في الحامض والحامض اللي عندي ده، ممكن اعجن بيه قرص، ممكن اعجن بيه كماد، ممكن اعجن بيه فطير، ممكن اعجن بيه رقاق، اللي انت ترتاحي له. وممكن كمان نحطه في حته قماشه ونحط عليه معلقه ملح، حته قماشه زي كيس المخده كده تكون بافتة او دمور، ونبدا نعلقها لتاني يوم، بتعمل لنا مشه بيضه كده بتكون جميله. وفي ناس بتغليه وتحطه في المش القديم، يعني فاهمين، بيتخن المش معانا. تمام. هنا بقى غسلنا، هنغسل الزبدة بتاعتنا، وتعالوا عشان نشوف برضو انتاج الزبدة عامل ايه، علشان هنقطع برضو الجبنة بعد ما نعملها، ونشوف برضو ونحسب الحساب مع بعضينا كده، الانتاج طلع كويس في فصل الصيف ولا لا. ماشي. اهي لازم بغسلها كده، شايف زي ما انتم شايفين، زي ما بعجن فيها كده. هو ده غسيل الزبده بتاعتي، بس طبعا حسب الكميه اللي عندك كتيره او قليله. شايفه الميه ابيضت ازاي؟ انا كنت جايباها ميه ساقعه من التلاجة، كل الحامض اللي في الزبده نزل فيها. تعالوا نصفر الميزان على الصينيه بتاعتنا او على الطبق اللي احنا هنوزن بيه. بعصر كل الزبدة بتاعتي من المية، ما بوزنش بمية. الناس اللي بتوزن خلوا بالكم من الميزان، خلوا بالكم من الكيلو والميزان. احنا مش هناخد حاجة معانا، الكفن ما فيهوش جيوب، على رأي امهاتنا يقولوا لنا الكفن ما فيهوش جيوب، على رأي خالتي. ربنا ان شاء الله كده يعوض عليها خير ويجعل لها عمر سعيدة يا رب اللهم امين، ويشفي لها جوزها يا رب اللهم امين. كانت دايما تقول لنا الكفن ما فيهوش جيوب، فخلوا بالكم نعمل الحاجة صح في الدنيا علشان خاطر ما نتحاسبش عنها في الآخرة. تمام. بنبدأ ناخد الزبدة بتاعتنا ونعصرها نفس الشكل. ليه؟ علشان انا ما موزنش مية للناس اللي هتشتري مني، لان كيلو الزبدة بقى ب 300 جنيه الوقت. في الصيف هنا بيكون غالي عن الشتاء، لان الصيف مفيش دبش كتير بيحلب، خدتوا بالكم؟ فعلشان كده بقول لكم خلوا بالكم من الكيلو والميزان، لان انا اللي هتحاسب بس. دايما اقول لكم لا مرات ابني ولا بنتي ولا جوزي ولا اي حد بيتحاسب عني،
الميزان طلع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك 775. لسه هناخد من الطبق، هنلاقي بواقي دلوقتي بعد ما نفضي منها الميه الساعه اللي فيها هنكملها عليها اهي. طلعت 775 يعني كيلو الا ربع. الكيلو ب 300 جنيه. احسبوا انتوا الكيلو الا ربع طالع بكام. هيطلع ب 200 200 حاجه و40 او 200 حاجه و50. تمام. احسبوا صح علشان نشوف الانتاج اللي طلع معانا في الاخر بقى عامل ازاي. هنا خلاص الزبده بتاعتي بسم الله ما شاء الله نظيفه، ما فيهاش حامض، ما فيهاش زرد، ما فيهاش اي حاجه خالص. هاخدها بالنظام ده كده واحط كل قطعه في كيس واحطها في الفريزر. لو انا مش هسيحها ببدا احطها على طول على النار واسيحها واطيبها كويس، وابدا ان انا احط لها معلقه ملح وانا بطيبها ومعلقه كركم، وخلاص على كده بتبرد شويه وافضيها في البرطمان عندي. هنا بدات جيت بقى للحصاير بتاعتي، بديها تقليبه كده بسيطه، وببدا ان انا اديها على الركن التانية عشان الحصيرة بتاعتي ما تتهريش. لو انا بحط في ناحية واحدة طول الوقت الحصيرة بتاعتي بتتهري من الوسط. علشان كده طول ما انا بعدل الجبنة بتاعتي بخليها على الحروف هنا او هنا، جنب الايد من هنا او جنب الايد من هنا، لغاية ما الم الحصيرة. ليه في الحتة دي؟ علشان الحصيرة تعيش معايا فترة طويلة اهي. ببدأ طبعا لقيت الكمية مش مستاهلة حصيرتين يعني. تمام. الحصيرة التانية بسم الله ما شاء الله حوالي مترين الا حاجة بسيطة، فخدت معايا كل الكمية. لو الحصيرة بتاعتي صغيرة بقسمهم في حصيرتين، الحصيرة بتاعتي كبيرة زي كده بحطهم كلهم مرة واحدة. انا قلت مش مستاهله نعلق حصيرتين يعني. تمام. لان حبه عينك بتوريكي. تعالي نغسل بقى دي عشان ما نركنهاش باللي فيها، وبرضو التانية لما نفضيها من الجبنه هتتغسل نفس الشكل على الحوض كده ولا في اي مكان. لو انت عندك حنفيه خارجيه على حوض خارجي مفيش مشاكل، اغسليها فيها كده هتلاقي الميه زي ما انت شايفه بنلاقيها كده، وناخدها نديها للطيور لان بيكون فيها فتافيل جبنه وحاجات من الحاجات دي حرام ان احنا نرميها. نغسل ايدينا بقى كويس وتعالوا بقى نعدل الجبنه بتاعتنا. هنا فرشنا الحصيرة بتاعتنا هنا وغسلنا ايدينا، وتعالوا بقى نشوف الجبنة بتاعتنا. هنا بقى بدأنا جبنة، شايفة انا حطاها فين اهو. طول شغلي بحطها جنب الايد كده. ليه بقى؟ علشان مهريش النص. كفاية هي الفترة اللي بتبقى متعلقة فيها الحصيرة فيها والجبنة موجودة في الوقت ده. لأن الشرش الأبيض لو فضل على الرخامة أو على الحصيرة أو على الصينية اللي أنا حط عليها دي فترة بيخليها تنقر معايا وتخرم وتبوظ، سواء الرخامة سواء الألمونيا سواء الحصيرة. علشان كده بقول لكم أول ما بنخلص الحصيرة ونقطع منها الجبنة بنغسلها على طول ونروح معلقينها عشان الحصيرة تفضل معايا نظيفة بالشكل ده، ما تعملش علامة سمراء ويبقى شكلها مش حلو، لأن السمار ده بيسمر على طول من الشاش. ببدأ أعدل الجبنة بتاعتي بنفس الشكل واضغط عليها بالحصيرة بتاعتي من بره، وتعالوا نعلقها. في الشتاء كنا بنعلقها من 10 ساعات ل 12 ساعة، في الصيف بنعلقها من 5 ساعات ل7 ساعات بس، مش بنكتر أكتر من كده. والحصيرة بتاعتي ما بعلقهاش كده واشيلها الا لما بتكون الجبنة اتصفت كويس فيها زي ما انتوا شفتوا بالظبط، عينك توريكي. تمام. هنا بقى الشرش بتاعي ده، الشرش بتاعي ده ليه فايدة يا يوسف؟ ايوه ليه اكبر فايدة. اول حاجة ممكن نعجن بيه عجين، يعني ممكن نعجن بيه قرص وفطير والحاجات دي كلها زي ما قلنا. تاني حاجة بغليه وببرده وبخزن فيه الجبنة بتاعتي. تمام. تالت حاجة ان انا بغليه وبحط فيه ملح وشطة وبحطه في الزلعة بتاعتي اللي هي البلاص بتاع الجبنة القديمة، بزود بيه الجبنة القديمة. لو المش عندي تخين، لو المش عندي لونه غامق، كل الحاجات دي كلها بنعالج بيها بالشرش ده. تمام. ونحط فيه ملح وشطة ونغليه كويس ويبرد ونزود بيه. تعالوا بقى هنا كده بعد ما عدوا ال5 ساعات او ال6 ساعات ونيجي نقطع الحصيرة بتاعتنا. في الصيف مش بتقعد اكتر من 7 ساعات، في الشتاء بتقعد من 10 ساعات ل12 ساعة الحصيرة متعلقة. تمام. لان جبنة الشتاء بتعوز تتصفى كويس في الحصيرة، جبنة الصيف الجو حر بيخليها تتصفى معانا على طول. بسم الله اللهم بارك، بسم الله اللهم بارك، صلوا بينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله على آلك واصحابك اجمعين. قطعنا الجبنة بتاعتنا، وتعالوا برضو نوزن الميزان بتاعنا علشان انا بحب اقول لكم كل حاجة بالميزان علشان تاخدوا المعلومة صح وتشوفوا انتوا الكمية تطلع معاكم انتاج يستاهل انك انت تجازفي وتشتري او لا. تمام. صفرنا برضو الطبق، حطينا الطبق وصفرنا الميزان ومعانا تمام اهو. هنبدأ نرش رشة ملح في الصينية او في الطبق اللي احنا هنقطع فيه. ده للناس اللي هي بتحب ملح زيادة، ملح قليل رشي ملح خفيف حسب ما انتي وحسب اكلك وحسب حاجتك، لان في انسان بيكون شفاه الله وعافاه بيكون مريض ما بيحبش الملح الكتير، في انسان بيحب الحاجة حقيقة، كل واحد حسب حاجته. تمام. بسم الله اللهم بارك اهو. هناخد الجبنة بتاعتنا كلها ونرصها رصة كويس علشان على حسب ما بترصي الرصة بتاعتك. شايفة انا بحط الجبنة ازاي؟ الحتة اللي كانت فوق على الوش هي اللي حطيتها لتحت، يعني قطعة الجبنة شايفة التدويرة اللي فوق هي التدويرة اللي موجودة فوق. دي بيخلي لي الجبنه شكلها جميل، لو انا هبيعها اللي بتاخد مني الجبنه بتقول دي بجد معلمه وريصه وعامله الحاجه صح. تمام. طلعوا معانا بسم الله اللهم بارك كيلو و800 جرام، يعني 2 كيلو الا ربع. تمام. 2 كيلو
الا ربع، هم اكتر من الا ربع بس مش مشكله، خليهم 2 كيلو الا ربع. 2 كيلو، الكيلو عندنا هنا ب60 وفي ناس بتبيعه ب70. برضو احسب انت مع نفسك وابقى اكتبوا لي في التعليقات كسبنا ولا ما كسبناش. تمام. الزبده بتاعتنا طبعا كنا حاطينها قبل ما نصفر الميزان كانت كيلو الا ربع، مالناش دعوه بالميزان ده دلوقتي لان احنا الصينيه موزونه معاهم. تمام. دول كانوا كيلو الا ربع. وعندنا 2 كيلو الا ربع جبنه، هم 2 كيلو الا 10 جرام او 15 جرام مش مشكله، خليهم 2 كيلو الا ربع. تعالوا بقى هنا حطيت الجبنه بتاعتي يوم كامل في التلاجة وجيت اوريها لك. شايفه جبنه الصيف زبده زي جبنه الشتاء بالظبط لان اشتغلنا صح، رطبنا اللبن رطبنا اللبن. جبت علبة بتاعتي وجبت أكياس من بتاعة التلاجة وقصتها 2 زي ما انتم شايفين، وكيس كبير أو شنطة كبيرة في العلبة. وهبدأ إن أنا دي طريقة التخزين بتاعتها لو انت هتعمليها لبيتك انت واكلك. طيب لو هبيعها يا ام يوسف، الشرش الابيض اللي اتصفى منها هنغليه ونبرد ونحط فيه ملح ونحطه في جردل كبير، والجبنه بتاعتي تبيت يوم سليم في التلاجة في الطبق زي ما هي كده، وابدا اشيل قطعه قطعه احطها في الجردل بتاعي اللي فيه الشرش الابيض ده، وابيع من الجردل ما بيعش من الطبق. ليه؟ لان انا لو بعت من الطبق هخسر كتير. لو بعت من الجردل الجبنه هتكون بيضه ومصحصحه وصفر وبيضه مش صفرة وحلوه كده وشكلها جميل. زي ما انت شايفه بخزن كده، وقرنين فلفل بحطهم معاه، وكل قطعه بلفها بكيس. طبعا بيدخلها برضو شرش وكل حاجه بس عشان ما تفتولش مني في الشر. ده لو انا هاكله. لو انا هبيعها زي ما قلت لك بتحطي الكميه كلها في الجردل وتكوني محيقه الشرش بتاعك ومبرضاه بعد ما تغلي، تقعد معاكي وكل ما تبيعي بتبيعي من الشرش ده. طبعا اللي في الطبق ده شويه شرش ابيض من اللي بيتصفى من الحصيره طبعا من الجبنه، وفيه ملح. هنا حيقت شويه شرش على قد الجبنه بتاعتي بملح على قد ما انا عايزه. الحياء بتاعي عالي او مش عالي ده حسب حريتك انت. وضغطت كل الكيس زي ما انتم شايفين وعينت منه كل الهواء اللي موجود فيه وربطته كويس، وهقفل العلبه بتاعتي واحطها في التلاجة تقعد معاكي 6 شهور. بس اهم حاجه كل ما تجيبي قطعه تقفليها بنفس الشكل علشان ما تعملش معاكي ريمه على وش الجبنه والجبنه بتاعتك تصفر وطعمها يغير وتعمل ريحه مش حلوه. تمام. بربط نفس الشكل كده بالظبط واقفلها كويس واحطها في التلاجة تقعد معاكي زي ما قلت لك 6 شهور. يلا حبايب قلبي اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد.